الزمالك يعيش واحدة من أخطر أزماته المالية في تاريخه. الديون تتزايد والضغوط لا تتوقف. القصة بدأت بشكوى محتملة من نادي إستريلا أمادورا البرتغالي بسبب مستحقات صفقة شيكو بانزا اللي وصلت ل 680 ألف يورو. أيضاً صفقة خوان بيزيرا وعبد الحميد معالي، ووجود أقساط مستحقة واجبة الدفع. وفي الوقت نفسه النادي عاجز عن إقالة مدربه يانيك فيريرا بسبب شرط جزائي ضخم قيمته 150 ألف دولار. وده خلى الإدارة محتارة بين الاستمرار أو الفسخ المكلف. ولما الجميع افتكر إن الحل جاي، جت الصدمة بسحب أرض الزمالك في أكتوبر، اللي كانت أمل النادي في الخروج من أزمته المالية. تدخل هشام نصر نائب الرئيس وضخ 25 مليون جنيه من ماله الخاص عشان يسدد جزء من مستحقات اللاعبين. لكن الأزمة لسه بعيدة عن الحل. الزمالك دلوقتي في مفترق طرق، إما الإنقاذ أو الغرق في ديون لا تنتهي.